أهلا بكم في عناوين هذا الفيديو. لامسية وبلايلي، أين وصلت القضية في هذا الميركاتو الصيفي؟ أوكي جاء رسميا في مودية وهران. أما فيما يخص المودية وطوغاي، مودية الجزائر تفتح باب المفاوضات مع الدولي الجزائري طوغاي. عرض رسمي من جهات لضم جناح الترجي التونسي إلياس موكوانو. شباب الوزداد يقترب من قدوسي، المفاوضات تتقدم والعرض المحسن يقرب الصفقة. مسوسة وأنا طوف على عتب التوقيع في السياسي. الآن إلى التفاصيل. مولودية العاصمة تفتح باب المفاوضات مع طوغاي. غموض العقوبة يقرب المدافع الدولي من الفريق. تسعى إدارة مولودية الجزائر بقوة لحسم صفقة المدافع الدولي الجزائري محمد أمين طوغاي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما حصلت على ضمانات قانونية بشأن وضعيته الانضباطية. ورغم العقوبة المسلطة عليه بالإيقاف لمدة 12 شهر من طرف الرابطة التونسية لكرة القدم عقب أحداث ديربي تونس، إلا أن مصادر مقربة من الملف تؤكد أن العقوبة ذات طابع محلي فقط، ولم يتم طلب تعميمها دوليا عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ما يسمح للاعب بالمشاركة خارج تونس. وتراهن إدارة لامسية على خبرة طوغاي وقوته البدنية وتجربته القارية مع الترجي والمنتخب من أجل تدعيم الخط الخلفي استعدادا للاستحقاقات المقبلة. في المقابل يدخل النادي الأهلي مصري سباق التعاقد مع اللاعب، ما يجعل الساعات القادمة حاسمة لحسم مستقبل المدافع الدولي الجزائري. هل تتوقعون أن يكون محمد لامين طوغاي صفقة مولودية الجزائر الدفاعية الكبرى هذا الموسم؟ مولودية الجزائر في مفترق طرق، حجر جم يلوح بالرحيل، وملف يوسف بلادي يعقد وضعية مولودية العاصمة قبل موسم جديد. تعيش مولودية الجزائر واحدة من أكثر فتراتها حساسية خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التطورات الأخيرة التي عرفها ملف النجم بلايدي، والذي أصبح نقطة اهتمام كبيرة داخل بيت المولودية وبين جماهير الفريق. وحسب المعطيات المتداولة، فإن اللقاء الذي جمع إدارة المولودية بمحيط اللاعب كان يهدف إلى الوصول لاتفاق نهائي وتوقيع العقد، خاصة أن إدارة الرئيس حجر جم وافقت على المطالب المطروحة من طرف الطرف الآخر في محاولة لحسم عودة بلدي رسمي إلى صفوف الفريق. لكن المفاجأة حدثت بعد رفض محيط اللعب التوقيع في الوقت الحالي بسبب انتظار قرار المحكمة الرياضية الدولية الطاس المرتقب منتصف شهر جويلية بخصوص العقوبة المسلطة على اللاعب، حيث يرى ممثل بلادي أنه من الأفضل تأجيل أي خطوة رسمية إلى غاية صدور القرار النهائي. ورغم ذلك أكد بلادي رغبته في مواصلة مشواره مع مولودية الجزائر وتمسكه بالعودة إلى ارتداء قميص الفريق، إلا أن الملف القانوني حال دون إتمام اتفاق بشكل نهائي. هذا التطور تسبب في حالة من القلق وسط جماهير المولودية التي كانت تنتظر ميركاتو قويا استعدادا للمشاركة في رابطة أبطال إفريقيا، وتطالب بضم أسماء قادرة على تقديم الإضافة، خاصة بعد تعثر بعض الصفقات المهمة، من بينها ملف آدم الناس رغم تدعيم الفريق بأربعة لاعبين جدد وهم كحيلي كوناتي عبد القادر ومهدوي. كما شهد مركز ديربا زيارة تحركا من مجموعة جرين كورسير، حيث عبر عدد من الأنصار عن غضبهم وطالبوا الإدارة بانتدابات نوعية، معتبرين أن طموحات المولودية قارية تتطلب تدعيمات من مستوى عالي. وفي خضم هذه الضغوط عبر رئيس حجر جمع عن استيائه من الانتقادات التي طالته، وكشف لمقربيه عن إمكانية تقديم استقالته من منصبه، بعدما أكد أنه بذل مجهودا كبيرا لإنجاح مشروع النادي وحسم الملفات المهمة. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة للمولودية الذي يسعى لبناء فريق قادر على المنافسة محليا وقاريا، ما يجعل الأيام مقبلة حاسمة لمعرفة مصير ملف بلادي. مهدي بوجمعة اللاعب السابق لجياسكا دخل دائرة اهتمام CRB بعد موافقة الطاقم الفني. قام المدير الفني جابر نعمون بإرسال عرض أولي للاعب من أجل التعاقد معه، وفي أقل من أسبوع تقدم هيليزما بعرض مالي كبير للتجاوز بفارق واضح على العرض المقدم من CRB. ورغم ذلك لم يقل CRB كلمته الأخيرة بعد، وقد تعرف القضية تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة. شباب الوزداد يقترب من قندوسي، المفاوضات تتقدم، العرض المحسن يقرب الصفقة. يواصل CRB تحركاته بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، فبعد التعاقد مع يسري بوزوغ في واحدة من أبرز صفقات ميركاتو، وجهت إدارة النادي تركيزها نحو التعاقد مع الدولي الجزائري أحمد قندوسي. وبحسب آخر معطيات، فإن المفاوضات بين شباب الوزداد ونادي لوغانو السويسري شهدت تقدما ملحوظا، بعدما قامت إدارة الشباب بتحسين عرضها المالي، ما ساهم في تقارب وجهات النظر بين الطرفين وجعل الصفقة تسير في الاتجاه الصحيح.
ويرى مسؤولو النادي أن قندوسي يمثل القطعة التي تنقص وسط الميدان بفضل قدرته على اللعب كلاعب ربط وصانع ألعاب، إلى جانب مساهمته في بناء الهجمات وصناعة الفرص. ورغم أن الاتفاق النهائي لم يحسم بعد، إلا أن المؤشرات الحالية تبقى إيجابية، خاصة مع رغبة اللاعب في استعادة مستواه وخوض تجربة جديدة مع فريق ينافس على جميع الألقاب. وتشير التقارير إلى أن الصفقة قد تتم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. هل تعتقد أن أحمد قندوسي سيكون الصفقة المثالية لسي ار بي في الموسم الجديد؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. رسميا كريم هندو ينضم إلى الطاقم الفني لجي اس كا. أعلن جي اس كا رسميا اليوم 9 جويلية 2026 عن تعيين كريم هندو مدربا مساعدا للفريق الأول، لينضم إلى الطاقم الفني بقيادة كريم بن حسين. كريم هندو اللاعب السابق راكم خبرة معتبرة في مجال التدريب بعد عمله ضمن عدة أطقم فنية، وسيكون أحد العناصر المكلفة بمرافقة اللاعبين والإشراف على الجانب الفني خلال الموسم الجديد. إدارة جياز رحبت به، متمنية له كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة مع النادي. بالتوفيق لكريم هندو في مغامرته الجديدة مع الكالاري. عرض رسمي من شبيبة قبائل لضم جناح الترجي إلياس بوكوانا. دخلت إدارة جياسكا بقوة إلى سوق الانتقالات الصيفية بعدما تقدمت بعرض رسمي للتعاقد مع الجناح الجنوب أفريقي إلياس موكوانا لاعب الترجي الرياضي التونسي، في إطار سعيها لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد. ووفقا لتقارير إعلامية تونسية، فإن إدارة الترجي منفتحة على بيع عقد اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل الاهتمام متزايد بخدماته. ويواجه النادي قبائل منافسة قوية من نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي يسعى هو الآخر إلى الظفر بتوقيع موكوانا. وتسعى جياسكا إلى حسم الصفقة سريعا ضمن خطة الإدارة لتدعيم التشكيلة بعناصر قادرة على تقديم الإضافة والمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل. سؤال للمتابعين: هل تعتقدون أن إلياس موكوانا سيكون صفقة ناجحة لجياسكا في حال إتمام انتقاله؟ خاص أوكيجا على طاولة نادي موديز وهران، والإدارة لا تمانع في إتمام الصفقة. الحارس لديه 2 عروض في الجزائر، ووكيل الحارس يعطي الأولوية لنادي موديز وهران. إذن الحارس الدولي السابق ألكسندر أوكيجا قريب من التعاقد مع النادي الجزائري موديز وهران. أما فيما يخص آخر أخبار النادي الرياضي قسنطيني، عرما يكشف أولى أوراق الميركاتو لكلوبيس بصوت واحد: هذه ليست الانتدابات التي وعدتنا بها. الدفعة الثانية من الوافدين سترسم ملامح نجاح فترة الانتقالات. بالسوسة وأنا طوف على أعتاب التوقيع في النادي الرياضي قسنطيني. إذا كان هذا جديد فيما يخص الاستقدامات الجديدة في بيت الرياضي قسنطيني، في انتظار لاعبين جدد اتفقت معهم إدارة السياسي. أما في أخبار أخرى، الكبير أعد السنافر بفريق يقاتل من أجل ألوان النادي وتاريخه. أهداف فريق بحجم الخضورة معروفة، وهي المنافسة على المراتب الأولى. المفاوضات انطلقت وأنها مع المنتخب التونسي في كأس العالم. وقعت عقدا لموسم واحد، والاستمرارية مرتبطة بالنتائج. التحضيرات لمفتاح النجاح، وسنعمل بحصتين وثلاث يوميا. الميركاتو لم ينتهي، والصفقات المقبلة ستكون بالتشاور معي. منذ الكبير يطالب بإقامة التربص الثاني بفندق لا سيغال بيت برقة تونسية. لا تنسوا لايك وتعليق وعلق باسم فريقك المفضل.